الريست بلوك 3 أعصاب: الميديان نيرف، أنا نيرف، والراديان نيرف. ولا تنسى الدوزال برانش اوف الألنر نيرف، وده بيكون 5 سنتي من عند الريست. وعشان نعمل ايدنتيفيكيشن للميديان نيرف بكل بساطة هنجيب الثumb على الليتل فينجر عشان نشوف التندون ده اللي هو البلمارس لونجس، وبيكون واحنا بنتني الريست بتاعنا هنلاحظ الفليكسور كاربي رادياليس. في النص ما بينهم هيكون الميديان نيرف بيربنديكولار او 45 درجه. وبكده لما نيجي نحقن هنا 5 سم هنلاقي نفسنا حقنا الميديان نيرف. خلصنا نقوم ندخل على الالنر نيرف، والالنر نيرف از النر للالنر ارتري. هنلاقيه فين؟ هنلاقيه ورا الفليكسور كاربي النارس، وده تقدر تحسه بايدك. ادي هنتني الايد، هو التندون ده لما انا هحسه بايديا وراه على طول هيكون النيرف، وبالتالي اقدر ادخله من هنا واقدر ادخله من هنا. في ناس من نفس الدخله دي بتسحب السن وتقوم تحاول تعمل انفلتريشن للالنر نيرف في نفس الطريقه دي. اللي يهمني انك انت ما تنساش ان انت على بعد 5 سم بيكون فيه هنا هو دورزال برانش للالنر نيرف. مهم جدا انك انت تعمل له انفلتريشن، لازم تعمل له انفلتريشن والا هيكون مسد منك. ولا تنسى الراديال نيرف. الراديال نيرف بقى في ناس كتير بتنساه وبتاندر استيميت. يقول لي يا دكتور بشوي، هو مش الهاند مينلي ميديان، والميديان بيكون مغطي تقريبا كل الهاند على مستوى ال3 صوابع دول والرينج فينجر والصابعين دول يعتبروا الالنر؟ هقول له ولكن بيكون في اوفرلاب مع الراديال نيرف. عشان كده لما بيحصل ميديان نيرف والنر نيرف بولسي مع كومبليت كاترست بيكون في هنا احساس، لكن هنا لسه ما فيش احساس لان انت لسه مصلحهم. طب هنا الاحساس ناتج عن ايه في ال3 صوابع دولت مع الرينج فينجر؟ بيكون نتيجه الراديال نيرف. عشان كده مهم جدا انك انت تعمل له انستيزيا في البلوك بتاعك. هتلاقيه فين؟ تعمل له بلوك ببساطه عن البيز بتاع السناب بوكس او عن البيز بتاع الراديوس هنا هو. طب لما هنيجي نعمل انفلتريشن للمكان دوت ما ينفعش تعمل بوينت واحده. ليه؟ لان بيكون في برانشات طالعه عشان تغطي لي المنطقه دي زي ما اتفقنا. كل المنطقه دي بتكون متغطيه بالراديال نيرف. طيب نعمل ايه بقى؟ نقوم نعمل انفلتريشن للمكان دوت، ونقوم ندخل بالعرض عند الريست ونقوم نعمل انفلتريشن. خلصنا الانفلتريشن انت كده خلصت الريست بلوك بتاعك وتقدر انك انت تتعامل. ومن هنا احب اقول لك ان الرينج فينجر اللي فيه الخاتم، عارف لبسونا الخاتم فيه ليه؟ لما حد بيتجوز عشان خاطر الرينج فينجر بيكون فيه اوفرلاب بالسنسيشن بالثلاث نيرفات: الميديان نيرف والالنر نيرف والراديال نيرف. فلو راجل نسي دبلته في يوم من الايام هو مش هيكون نسيها اعتباطا ولا سهوا، ده هيكون بكامل ارادته. بالثلاث نيرفات بتوعه اشتركوا معا في الجريمه دي عشان خاطر يشيل الدبله بتاعته. فاحذروا يا رجاله. يخرجوا منها انه يقول عليك انك انت اللي عملت له ريست بلوك كويس جدا، وقع منه غصب عنه مش بمزاجه. ولما اجي اسالك هو ايه الصابع في الصوابع اللي ليه 3 موتور انرفيشن، ادي نفسك دقيقه وفكر. برافو عليك، هو الصم صانع الحضاره. 3 نيرفات بيشتركوا فيه. فكر كده وقول لي ازاي. برافو عليك، ببساطه لان الاوبوننتس بالميديان نيرف ما عدا الادكشن بالاندر نيرف اللي هي الادكتور بوليسز، والاكستنسورز هتكون بايه غير الراديال نيرف. وتفهم عيانك ان الوجع اللي هيلاقيه هيكون اثناء الانفلتريشن بالشكه والماده لانها بتلسع. وتقول له ان الريست بلوك هيقعد معاه مده طويله. طول ما هو شغال معاك هيحس بحركه لكن مش هيحس بالم. هيقدر يحرك صوابعه وهو ده متعه الوايد اويك، لكن مفيش الم. طب لو انت عايز تشيل الحركه بتاعت ايده، وعشان تعمل كده لازم يكون على مستوى الالبو بلوك، وده موضوع تاني خالص نتكلم فيه مره تانيه.